السلام عليكم، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم اجمعين. النهاردة بقى ابدأ معاكم اول تخزينات لشهر رمضان المبارك. طبعا انا ببدأ كل سنة، بحب ابدأ كده بالعصاير وخصوصا البرتقال والجوافة والفراولة، لانهم بالطريقة اللي انا بخزنهم بيها بيفضلوا معايا لبعد شهر رمضان وطعمهم ما بيتغيرش ابدا. فجات لي بقى الكرنبتين دول وجو معاهم كده حبة خضرة محترمين، فخفت كده لا يبوظوا، فقلت أبدأ بيهم هما الأول. نسمي كده بالله وهنقور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده طبعا. وبعد كده أغسلهم تحت الحنفية، وبعدين هنزل بقى بحلة مية كده أول ما تفور هنزل بيها بمعلقة من السكر، معلقة كبيرة، ومعلقة من الكمون. الكمون يكون ناعم علشان ما يلزقش معانا في الورق. وبعد كده بقى هبدأ ألف الكرنبة بالشكل اللي انتوا شايفينها ده. في حلة تانية بقى هكون مجهزة كده مية ساقعة وحاطة فيها قراص تلج، وحاطة فيها زي ما انتوا شايفين كده ازازة مية ساقعة علشان تفضل محافظالي على البرودة بتاعة المية اللي بنزل فيها الورق. زي ما انتوا شايفين انا يا دوبك بخلي الورقة تدبل مش تتسلق، لان ده هيتخزن علشان لما يتخزن معايا وقت اطول ما يتهريش معايا. يا دوبك بحس ان هي بدأت تضطر كده شوية علشان تسهل معايا في لف الورق. وبعدين بحطها في المية الساقعة زي ما انتوا شايفين وبطلعها في المصفى. والمصفى دي تحتيها كده حلة أو صينية علشان تصفية المية الزيادة اللي في الورق بتاع الكرنب. عايزة أقول لكم بقى إن تقطيعة الكرنب كده من النص بتسهل جدا، وخصوصا كمان لما تلفوها في المية المغلية بالشكل ده بتسهل إن الورقات تنزل سليمة زي ما هي وما تتقطعش منكم. لأن لو قطعتوها بره قبل ما تحطوها في المية وقبل ما تقطعوا الراس من النص بالشكل اللي انتوا شفتوه في بداية الفيديو بتتقطع معاكم وما بتبقاش ورقة سليمة. بدأت بقى بعد ما صفيته تماما من المية بدأت أرص كذا ورقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبدأت أقطع العروق منه. بعد كده بدأت ألفها رول، وبعدين بدأت أقيس حجم الصباع اللي أنا عايزاه صغير أو كبير، وبدأت كده ألفها رول وأقطعها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. طبعا احنا مش هنرمي من الورق ده أي حاجة، حتى العروق. العروق دي هستعملها معاكم وهقول لكم هنستعملها في ايه، برضو هخزنها. هبدأ بقى بعد ما اعملها كده بلف اول لفة رول، وبعدين اخد القطع اللي هي اول خرطة دي، بعدين احطهم في العلبة جنبي مع العروق اللي طلعت. بعدين بقى بقيس كل الحجم قد بعضه علشان الصوابع كلها تطلع مظبوطة وقت حشو الصوابع. بعدين بقى بعد كده بقطعه واخلص التقطيع كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وكمان تعملوا متابعة. دي كمان طريقة تانية للتقطيع، في ناس بتحب تقطعها بس أنا بحسها بتاخد معايا من الورق. بدأت أرصهم بالشكل اللي انتوا شفتوه كده، وبدأت أقطعهم برضو نفس الحجم اللي قطعته في البداية. فحبيت كده أوريكم الطريقة التانية. العروق دي كلها بقى كده بقول لكم إن أنا مش هرميها، هقول لكم دلوقتي بعد ما أخزنه بدأت ألفه ده نرصه بقى كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده في العلب. العلبة دي تعمل لي ما شاء الله سرفيس كبير. دي بقى للكميات الصغيرة، لو هتعملي مثلا محشي مشكل كده جنبيه فلفل ورق عنب كوسة، دي يبقى جنبيها يبقى كويس جدا، هيعمل لك سرفيس كبير، أو طبقين أو سرفيسين كده متوسطين بالشكل ده كده. وهبدأ بقى أغطي العلبتين دول، وبعد كده أدخل بقى على العلبة الكبيرة دي للكميات الكبيرة. ودي بقى تطلعيها لما تكوني هتعملي محشي بس، أو برضو عزومة كبيرة جنبها محاشي كده مشكلة حجمها كويس وبتاخد كمية كبيرة. بفكركم باللايك والمتابعة. وكمان هقول لكم على فكرة انكم تقدروا تحطوا كده لو في علب زي دي كبيرة
وطبعًا حجم الأسرة عندكم مش كتير أو هتعملوا جنبيها محاشي تانية، تقدروا طبعًا تحطوا معاها كيس الصلصة وكيس الخضرة وتطلعوا العلبة كلها مرة واحدة. حطيت في العلب كده وخلصتها وهابدأ أسُكّها كويس جدًا، وبعد كده بقى اللي اتبقى من ورق الكرنب هابدأ أحطه في أكياس، هالفه برضه بنفس الطريقة رولات بالشكل ده، وبعد كده هاحطه في أكياس للناس اللي حابة تحطها في أكياس، بس بعد ما تحطوها في أكياس يا ريت تحطوها في علبة محكمة الغلق علشان تبقى سهلة معاكم في الطلوع. بعد كده بقى جبت الخضرة وزي ما انتم شايفين أنا باحاول أفككها الأول وبعد كده بانقيها باحوش منها كده الورقة الصفراء المحروقة، الحشائش، ودي بتسهل لي إن أنا أقدر أطلعها بكل سهولة قبل ما أغسلها. الطريقة دي حلوة أوي علشان بتخليكم كمان تقدروا تتحكموا فيها، إنما لما بتغسلوها ما بتقدروش تطلعوها كلها. بعد كده بقى هابدأ أغسلها وأسيبها كمان في مصفى تتصفى شوية، وبعدين هاخرّطها وهتشوفوا مع بعض دلوقتي هنعبّيها في الأكياس وهنخزّنها إزاي. عايزة أقول لكم بقى إن ورق اللي هو العروق اللي إحنا طلّعناه في ناس بتحب تخلّله، أنا هاقول لكم دلوقتي أنا باعمل فيه إيه. أول حاجة كده شُفتوا الشوية اللي أنا باقطّعهم وباشدّهم دول من الخضرة، برضه ما بارميهمش، أنا باقطّعهم وباخد كده العروق اللي طلعت من ورق الكرنب برضه باقطّعها قطع صغيّرة كده زي ما باقطّع الخضرة زي ما أنتم شايفين كده، هتشوفوا شكلها في آخر الفيديو. جِبت بقى علبة وبدأت بقى أحُط فيها كده اللي أنا باقطّعه من الخضرة ده وما باستعملوش طبعًا في قلب الحشوة، باركنه كده وباقطّع معاه شُفتوا طبعًا في أول الفيديو العروق اللي أنا شِلتها من ورق الكرنب، في ناس بتحب تخلّلها، أنا باحب أقطّعها كده قطع صغيّرة جدًا زي مثلًا الخضرة بالشكل ده كده، وأحطها في العلبة زي العلبة اللي أنتم شُفتوها دي، باحطهم كلّهم كده مع بعض، وبابدأ بقى أخلّيهم طبعًا بنيجي كده أول ما نيجي نرُص محشي الكرنب في الحلة، طرنشات طماطم وطرنشات بصل، إحنا كمان هنحط كمان اللي هو العروق ده، هاقطّعه كده وهاقطّع اللي هو طلع من الخضرة ده، وهاقطّعه قطع صغيّرة وهاحطها في قعر الحلة، بحيث إنه يكون عازل بين الحلة لو اتلسعت مننا وبين صوابع الكرنب. بعد كده بقى بدأت أعبّي كده الخضرة، وبدأت أطلّع الهوا من الأكياس، وهابدأ أرصهم بقى كده بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، الخضرة دي كلّها أنا هاحطها في علبة كبيرة، برضه لها غطا علشان أستعمل كيس أطلّع كيس بكيس. كان عندي برضه بقى كده 2 كيلو من الطماطم عملتهم خدّعتهم وعملتهم صلصة وتبّلتها ويا دوبك على طشّة البصل، تصفّري البصلة وتنزلي عليها بصلصة الطماطم اللي إحنا عاملينها، ويا دوبك غلوتين تنزلي بالرز والخضرة وتكمّلي حشو المحشي بتاعِك. طبعًا الصلصة أنا ما نزّلتلكمش الفيديو لإن كميتهم قليلة، إن شاء الله هاعمل لكم فيديو عنها، طعمها حلو أوي، ما تنسوش بقى اللايك والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.